السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وحبايبي أبطال الصف الأول الإعدادي، ازيكم عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده حبايبي أبطال أولى إعدادي هنحل أسئلة الدرس الثاني من كتاب الامتحان الوحدة الثانية، درس الدور الحضاري لمصر في أفريقيا في عهد خلفاء محمد علي من كتاب الامتحان 2025. نزلنا على القناة الدرس الأول، إن شاء الله هتلاقوه موجود في قائمة تشغيل دراسات أولى إعدادي ترم تاني 2025. يلا نبدأ كده نحل. صفحة كام يا مستر؟ صفحة 79. ما تنسوش تعليقاتكم مهمة لينا، كلامكم الجميل اللي بتكتبوه في التعليقات ده أساس القناة، فإحنا عايزين كده سنة أولى إعدادي يثبتوا وجودهم عن سنة تانية وسنة تالتة. المتفوقين حاليا تالتة إعدادي في التعليقات، فاحنا يلا كده ناخد المركز الاول في التعليقات سنة اولى الابطال الشجعان. يلا نبدأ نحل. اكمل العبارات الاتية بكلمات مناسبة. رقم واحد، انشأ سعيد باشا تمام للفصل في الخصومات المدنية والتجارية بالسودان انشأ حاجة يا مستر اسمها مجالس الاقاليم. اسمها مجالس ايه؟ الاقاليم. يبقى اول نقط هنكتب عليها مجالس الاقاليم. في حاجة تاني برضو يا مستر اسمها المجالس العرفية، ودي أنشأ الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل مين؟ أنشأ سعيد يا مستر لإشراك السودانيين في حكم البلاد. والمجالس العرفية ديت لا تعريف، يعني لو حابين تعرفوا تعرفها، لتجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض المنازعات بين الأفراد استنادا للأعراف والتقاليد المتبعة، اللي كان قبل كده محمد علي لغاها واستبدلها بالقانون العثماني في النظام القضائي. يبقى رقم واحد تاني يا مستر نسينا اللي انت حليته. أنشأ سعيد باشا للفصل في الخصومات المدنية والتجارية بالسودان مجالس الأقاليم. يبقى دي ممكن يجي عليها بما تفسر. أنشأ سعيد مجالس الأقاليم، أقول له للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. طب لو قال لي المجالس العرفية أقول له لإشراك السودانيين في حكم البلاد. السؤال اللي بعديه رقم 2، قام الخديوي إسماعيل باستكمال ما بدأه محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة نقط بأفريقيا في محاربة تجارة الرقيق. محاربة تجارة الرقيق، ودي كانت من ضمن الدوافع تمام بتاع حملات الخديوي إسماعيل في أفريقيا. رقم 3، أرسل الخديوي إسماعيل رحلات استكشافية في القارة الإفريقية وصلت إلى بحيرتي نقط ونقط، بحيرتي ألبرت وفيكتوريا. يبقى الإجابة نكتب ألبرت وبحيرة فيكتوريا اللي احنا خدناها قبل كده. البحيرة دي يا مستر تعتبر ثاني أكبر البحيرات العذبة في العالم. ثاني أكبر البحيرات العذبة في العالم، وأكبر البحيرات في العالم القديم، لأن الأولى موجودة في العالم الجديد في أمريكا الشمالية تبع البحيرات العظمى. طبعا المعلومة دي باين مخدتهاش، اللي يهمنا إن احنا حلينا السؤال أكمل خلاص. رقم 3. سؤال 4، تم إنشاء فنار في ميناء بربرة على خليج عدن، وده كان من ضمن إصلاحات اللي خدناها في عهد الخديوي إسماعيل. يبقى نكتب الخديوي إسماعيل اللي هو في مجال الاهتمام بالإصلاحات البحرية. يبقى الإجابة قلنا الخديوي إسماعيل. خلصنا كده أبطال أولى إعدادي. السؤال الأول أكمل، هنحل السؤال الثاني اختر. رقم 1 لما يقول إن مستقبل مصر في إفريقيا. وردت المقولة السابقة على لسان أحد خلفاء محمد علي وهو مين؟ إبراهيم باشا. يبقى الإجابة إبراهيم باشا. يبقى اللي قال العبارة دي مين؟ إبراهيم باشا، لكن إحنا ما خدناش أعمال عن إبراهيم باشا. السؤال اللي بعديه، أنشأ عباس باشا الأول مدرسة ابتدائية بالسودان في مدينة نقط. أكيد يا مستر عملها في العاصمة اللي هي مدينة الخرطوم تمام، واللي كان ناظر المدرسة ديت اللي هو مين؟ رفاعة الطهطاوي. طيب رقم 3، قام سعيد باشا بعزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة في السودان، وكان ذلك ضمن الإصلاحات القضائية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية. ده كان ضمن الإصلاحات الإدارية، ضمن الإصلاحات الإدارية اللي هو الحتة ديت. وكمان يا مستر قسم السودان إلى 5 مديريات، وكانت ال5 مديريات مستقلة تابعة لوزارة الداخلية، تبع لوزارة الداخلية. وقلنا أنشأ مجالس اسمها مجالس المجالس العرفية لإشراك السودانيين في حكم البلاد. دي في الإصلاحات الإدارية. لكن في الإصلاحات القضائية اللي هي مجالس الأقاليم، يبقى مجالس الأقاليم تبع الإصلاحات القضائية، المجالس العرفية تبع الإصلاحات الإدارية. يبقى دي إجابة رقم 3. رقم 4،
تم تقسيم السودان ل5 مديريات، انت لسه جايلها يا مستر، تتبع النظارة يعني وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة، على يد مين؟ لسه جايلين على يد سعيد. الإصلاحات الإدارية في عهد سعيد باشا. سؤال 5، تم اكتشاف الجهات الشرقية للحبشة في عهد نقط، دي من ضمن الكشوف اللي نتجت عن رحلات اللي حدثت في عهد الخديوي إسماعيل. يبقى تم اكتشاف الجهات الشرقية للحبشة في عهد مين؟ الخديوي إسماعيل. برافو عليكم. رقم 6، تم مد خط سكة حديدية بمحاذاة نهر النيل بالسودان في عهد نقط. رقم 6 يا مستر، برضه يا مستر في عهد الخديوي إسماعيل. يبقى ده في عهد الخديوي مين؟ إسماعيل، عهد الخديوي إسماعيل. يبقى كده رقم 5 و6 الخديوي إسماعيل. السؤال اللي بعديه 7 ما يقول لي إيه؟ تم إنشاء إدارة للبريد في السودان عام 1873 ميلادية بناء على أمر الخديوي إسماعيل بمدينة نقط. إدارة للبريد أكيد يا مستر في العاصمة، يعني كل الشغل كان مركز في العاصمة اللي هي مدينة إيه؟ الخرطوم عاصمة السودان. رقم 8، واجهت مصر أثناء توسعها لاستكشاف أفريقيا العديد من المعوقات الطبيعية ويخرج عنها، يعني اللي من دولت مش تبع المعوقات الطبيعية. ضيق الطرق البرية ده تبع المعوقات الطبيعية مصر. الأمراض الخطيرة برضو تبعها. عدم صلاحية معظم الأنهار تبع المعوقات الطبيعية. المصاعب المالية في مصر دي معوقات مش تبع الطبيعية، ده بين بشرية للازمات المالية والسياسية. خلصنا كده السؤال الثاني. السؤال الثالث، اكتب صواب أو خطأ مع التصويب. رقم 1، اتخذ سعيد باشا عدة إجراءات لإشراك السودانيين في الحكم والإدارة. صواب. قلنا من ضمن إنشاء المجالس العرفية، يبقى صواب. رقم 2، كانت المجالس العرفية التي أنشأ سعيد باشا بالسودان أحد الإصلاحات القضائية. غلط. ده لسه جاي لنا مصر. المجالس العرفية تبع الإصلاحات الإدارية، لكن في القضائية مجالس الأقاليم. مجالس الأقاليم اللي خدناها في أول سؤال في أكمل، اللي هي أنشأ سعيد باشا للفصل في الخصومات المدنية والتجارية، دي مجالس الأقاليم. تمام. يبقى رقم 2 خطأ. والتصويب قلنا بدل القضائية نكتب الإدارية. ممكن نكتب بدل المجالس العرفية نكتب مجالس الأقاليم، ينفع نصوب كده وينفع كده. ده بالنسبة لرقم 2. رقم 3، أعفى سعيد باشا أهالي السودان من الضرائب المتأخرة عليهم وأسقط الضرائب عن الجنود، دي في الإصلاحات الاجتماعية اللي كانت في عهد سعيد. صواب. يبقى رقم 3 صواب، ودي كانت في الإصلاحات الاجتماعية. أعفى سعيد باشا أهالي السودان من الضرائب المتأخرة عليهم وأسقط الضرائب عن الجنود. السؤال الرابع، أكبر اتساع منظم في أفريقيا للدولة المصرية كان على يد سعيد. غلط. أكبر اتساع منظم كان على يد الخديوي مين؟ إسماعيل. برافو عليكم. يبقى الإجابة هنا هنكتب له الخديوي إسماعيل. سؤال 5 بيقول لي إيه؟ سعى الخديوي إسماعيل لتأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الأفريقية. صواب. دي خدناها مصدر من دوافع الخديوي إسماعيل، اللي هي ايه؟ السعي لتأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل. خلصنا الصفحة الأولى، يلا نكمل الصفحة الثانية. الصفحة الثانية صفحة 80. السؤال رقم 6، اكتب صواب أو خطأ. أرسل عباس باشا عدة حملات ورحلات استكشافية لأفريقيا واستعان فيها بضباط أجانب ومصريين. غلط. عباس باشا ما اهتمش بالكشوف الجغرافية يا مصر، يبقى العبارة خطأ، ونكتب له بدل عباس باشا نكتب مين؟ الخديوي إسماعيل. برافو عليكم. السؤال اللي بعديه، أنشأ الخديوي إسماعيل بعض المدارس والمكتبات العامة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. صواب يا مستر. يبقى رقم 7 صواب. رقم 8، قام الخديوي إسماعيل بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة. صواب. خدناه في الإصلاحات النهرية. وكمان أصلح الترسانة اللي كانت معمولة لصناعة السفن في الخرطوم، الترسانة النيلية اللي كانت معمولة أيام مين؟ محمد علي، قام بإصلاحها. السؤال الرابع، إلى من تنسب الأعمال؟ يعني مين اللي عمل الحاجة ديت؟ تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأ عباس الأول بالسودان، اللي يقولنا مين هو يا مستر؟ رفاعة الطهطاوي. بالإجابة رفاعة الطهطاوي. سؤال 2، أحد خلفاء محمد علي قام بتقسيم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة. ده الخديوي إسماعيل. 12 مديرية الخديوي إسماعيل بسبب الاتساع طبعا، اتساع الدولة.
رقم 3 أحد خلفاء محمد علي قام ببناء رصيف للسفن في ميناء بربرة. برضه يا مستر رقم 3 ده الخديوي إسماعيل، يبقى الإجابة هنا الخديوي إسماعيل. برافو عليكم. السؤال الأخير رقم 4 أسس إدارة للبريد بالخرطوم سنة 1873 وأنشأ العديد من مكاتب التلغراف في المدن السودانية. الخديوي إسماعيل. تمام، خلصنا كده السؤال الرابع. هنحل بقى أسئلة بما تفسر وما النتائج ودلل. فلازم يكون عندكم كده صبر، لأن احنا هنكتب واحدة واحدة كده ونفهم مع بعضين. يلا يا مستر، أول سؤال قيام سعيد باشا بزيارة السودان 1857. سعيد باشا راح زار السودان. لا يا مستر. تمام، حافظين؟ أيوة حافظين يا مستر. أول حاجة هدف دراسة أوضاعها، تمام، وتحسين بعد ما ندرس أوضاعها تحسين أحوالها. طيب بعد ما نحسن أحوالها وتنمية مواردها، ننمي مواردها. وطبعا كل ده يعود على الشعب، يبقى الاهتمام بشؤون المواطنين. الاهتمام بشؤون المواطنين. يبقى تاني بسرعة كده نعيده تاني. قيام سعيد باشا بزيارة السودان عام 1857 ميلاديا. الإجابة بهدف دراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. يبقى بهدف دراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. السؤال اللي بعديه بما تفسر إنشاء سعيد باشا مجالس الأقاليم في السودان. سعيد باشا أنشأ مجالس الأقاليم. لا، ما احنا خدناها في أكمل أول سؤال يا مستر، بهدف الفصل في الخصومات المدنية والتجارية. بقول له بهدف الفصل في الخصومات المدنية والتجارية، ودي من ضمن الإصلاحات القضائية. برافو عليكم، فاكرين اهوت. السؤال اللي بعديه رقم 3 سؤال سهل. أقام السعيد باشا معسكرا على نهر الصباط، ده لمنع تجارة الرقيق. لمنع تجارة الرقيق اللي هو العبيد، يعني عارفين تجارة الرقيق وخدنا تعريفها في درس اللي قبل ده يا مستر. السؤال اللي بعديه رقم 4 أقامة الخديوي إسماعيل لنقاط عسكرية في المناطق التي وصلت إليها الرحلات الاستكشافية بأفريقيا. ولا حط نقاط عسكرية أكيد يا مستر عشان يأمنها. يبقى الإجابة أقول له بهدف تأمينها وحمايتها. تأمينها وحمايتها بس كده يا مستر؟ لا طبعا، ورفع العلم المصري عليها. ورفع العلم المصري عليها. يبقى دي رقم 4 أقامة الخديوي إسماعيل لنقاط عسكرية في المناطق التي وصلت إليها الرحلات الاستكشافية بأفريقيا، وإن بهدف تأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليها. السؤال اللي بعديه رقم 5 سهل جدا يا مستر. اهتمام الخديوي إسماعيل بالتوسع في زراعة القطن بالسودان، ده بهدف دعم الصناعات التصديرية. يبقى أقول له بهدف دعم الصناعات التصديرية، الحاجات اللي هي بتعتمد على القطن يعني ونصدرها، من ضمنها صناعة المنسوجات والحاجات اللي بتعتمد على القطن، منسوجات وغيره. يبقى بهدف دعم الصناعات التصديرية. السؤال اللي بعديه ازدهار حركة التجارة في السودان خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل. دايما التجارة بتكون مرتبطة بالأمن. مرتبطة بإيه؟ بالأمن. يبقى أقول له بسبب رقم 6 أقول له بسبب استقرار الأمن. يبقى أقول له بسبب استقرار الأمن، تمام، في المناطق اللي كانت تحت سيطرة مصر. يبقى في المناطق الأفريقية التي ضمها للإمبراطورية المصرية أو ضمتها الإمبراطورية المصرية في عهد الخديوي إسماعيل. مش لازم نكتب ده كله، أهم حاجة استقرار الأمن. وطبعا في حاجة مرتبطة تاني بالرواج وازدهار التجارة، حركة التجارة، اللي هي إنشاء الطرق، إنشاء العديد من الطرق والمراكز
التجارية. إنشاء الطرق والمراكز التجارية. يبقى دي سبب إصدار حركة التجارة في السودان خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل: استقرار الأمن وإنشاء الطرق والمراكز التجارية. السؤال الأخير رقم 7: سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. دي آخر معلومة خدناها في الدرس يا مستر، ده خدناها من العوامل الداخلية اللي أدت إلى توقف الكشوف الجغرافية. سوء الأوضاع الداخلية بسبب الأزمات المالية والسياسية. الأزمات المالية والسياسية طبعا ممكن يعكس لي يقول لي ما النتائج المترتبة على سوء الأزمات المالية والسياسية أو الأزمات المالية والسياسية، أقول له أدى إلى سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. خلصنا السؤال رقم 7. تمام، هنحل. خلصنا كده أسئلة بما تفسر، هنحل أسئلة ما النتائج. أول سؤال في ما النتائج بيقول لي: إرسال الخديوي إسماعيل عدة حملات ورحلات استكشافية لأفريقيا. طبعا نتائج ترتب على ذلك، أقول له ترتب على ذلك، ترتب توسيع حدود مصر. توسيع حدود مصر نحو الجنوب. احنا وصلنا لمديرية خط الاستواء، وضم العديد من المناطق، يعني المناطق زي المناطق الشرقية كده شرق الحبشة، وضم العديد من المناطق. فترتب على ذلك توسيع حدود مصر وضم العديد من المناطق. ده بالنسبة لرقم 1. عشان كده الخديوي إسماعيل قاموا بتقسيم السودان إلى 12 مديرية، وفي الجهة الشرقية عمل 5 مدن اللي على سواحل الشرقية. السؤال الثاني: إرسال خريجي مدرسة الخرطوم لمصر لإتمام دراستهم في عهد الخديوي إسماعيل. طبعا ترتب على ذلك إن اللي أرسلهم ده نبغوا يعني برعوا، يبقى أدى إلى، يبقى أقول له أدى إلى نبوغ عدد كبير من العلماء السودانيين. تمام، في مجالات عدة، في كذا مجال، يعني زي المجالات بقى اللي نبغوا فيها يا مستر، زي الهندسة، بالكوا كده المهندسين الحلوين، وكمان المساحة، علم مرتبط بالجغرافيا، المساحة، والتاريخ ده اللي هو زي حالاتنا بقى، جغرافيا وتاريخ، دراسات يعني. طبعا انتوا كلكم عايزين تدخلوا هندسة، ربنا يوفقكم كده ان شاء الله. كمان اللي عايزين يدخلوا طب، ربنا يوفقكم كده وتبقوا دكاترة قد الدنيا. تمام، خلصنا كده صفحة 80 حبايبي طلاب والإعدادي. يلا نكمل يا مستر 81. صفحة 81 ندخل بقى على أسئلة الطحن يا مستر. دلل اللي طبعا بتحتاج كتابة، وإن شاء الله تحاولوا تحفظوا، وأي إجابة تكتبوها المفروض المستر يديكوا عليها الدرجة في حدود المستطاع يعني، وتكون إجابة قريبة. أول سؤال: دلل اهتمام سعيد باشا بالإصلاحات الإدارية في السودان. يبقى احنا نكتب الإصلاحات الإدارية اللي قام بها سعيد في السودان. أول حاجة يا مستر حيث، تمام، حيث، ونكتب بقى قام ب. أول حاجة بقى عزل الموظفين. نبدأ بالعزل يا مستر. المعروفين، مش كل الموظفين عزلهم، بسوء المعاملة، زي محمد علي برضو كده لو فاكرين، لما صدر أموال بعض الموظفين وعزلهم. وكمان أمر مدير الأقاليم بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم. يبقى دي أول حاجة في مجال الإدارة، عزل الموظفين اللي هم معروفين بسوء المعاملة. وكمان بقى طلب من مدير الأقاليم، أمرهم، مش طلب منهم كمان، ده أمرهم بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم. كمان يا مستر قام بتقسيم، بتاني حاجة تقسيم السودان إلى 5 مديريات مستقلة، وال5 مديريات دي قلنا تابعة لوزارة الداخلية المصرية مباشرة، وزارة الداخلية بالقاهرة اللي عاصمة مصر مباشرة. آخر حاجة عملها بقى اللي قلنا عليها إنشاء في المجال الإدارة، إنشاء المجالس العرفية من شيوخ القبائل.
عارفين شيخ القبيلة اللي هو أكبر واحد في القبيلة وأكبرها علما وسنا ومكانة. تمام. وقلنا عمل كده ليه مستر؟ أنشأ المجالس العرفية ليه؟ لإشراك السودانيين في حكم البلاد أو في حكم إيه؟ بلادهم. ده أول سؤال دلل، حليناه الحمد لله على خير. ندخل بقى يا مستر على السؤال الثاني. دلل أما يقول لي إيه؟ اهتمام سعيد باشا بإصلاح بعض الأحوال الاجتماعية للسودانيين. يبقى احنا بنتكلم على اللي عمله في المجال الاجتماعي. حيث الأحوال الاجتماعية بقى يا مستر، حيث وبعينه أزرق، عايزين نغير اللون. حيث أول حاجة خفض الضرائب، حيث قام بخفض الضرائب وتقسيطها. خفض الضرائب وتقسيطها، ناخد منكم كمان تقسيطها. يبقى خفض الضرائب وتقسيطها دي نمرة واحد. نمرة اتنين إعفاء الأهالي اللي هم مش قادرين بقى يدفعوا الضرائب من الضرائب المتأخرة. تمام. كمان الجماعة العسكريين قام اللي هم الجنود يعني إسقاط الضرائب عن الجنود. يبقى تالت حاجة إسقاط الضرائب عن مين؟ الجنود. أكيد طبعا، كتر خيرهم الجنود، لهم منا كل الاحترام يعني. يبقى اهتمام سعيد باشا بإصلاح بعض الأحوال الاجتماعية 3 حاجات: خفض الضرائب وتقسيطها، كمان إعفاء الأهالي من الضرائب المتأخرة، وإسقاط الضرائب عن الجنود. 3 حاجات، والثلاث حاجات فيهم إيه؟ ضرائب. ابعدوا عن الحتة ديت. إيه مستر خايف من الضرائب ولا إيه؟ رقم 3 أراد الخديوي إسماعيل من توسعاته في أفريقيا، أراد إيه؟ تحقيق جوانب إنسانية. عارفين الجوانب الإنسانية؟ أيوة يا مستر، بتاع تجارة الرقيق، اللي هي حيث قام بإكمال ما بدأه محمد علي وسعيد في محاربة تجارة الرقيق. يبقى حيث قام بإكمال ما بدأه محمد علي وسعيد في محاربة، أهم حاجة بقى اللي جاية دي، محاربة تجارة الرقيق أو منع تجارة الرقيق بأفريقيا، اللي هو العبيد وبيع الناس، بيع البشر، بيع وشراء البشر، تجارة الرقيق في أفريقيا أو بأفريقيا. سؤال برضو جميل ومش محتاج. السؤال الرابع: دلل انعكست النهضة العلمية بمصر في عهد الخديوي إسماعيل على السودان. أول دليل إن الخديوي إسماعيل قام به بحيث قام بإرسال المعلمين وعلماء الأزهر للتدريس أو ليقوموا بالتدريس في المدارس والمكتبات التي أنشأها في السودان. يبقى للتدريس، اختصرها يا مستر، بالسودان. ده أول حاجة. تاني حاجة العكس بقى، إرسال خريجي مدرسة الخرطوم. عارفين مدرسة الخرطوم؟ أيوة يا مستر، اللي كان إنشاء بين عباس باشا يا مستر ولا إيه؟ مدرسة الخرطوم إلى مصر لإتمام دراستهم على نفقة الحكومة إيه؟ المصرية، مش على حسابهم الشخصي. يبقى دي إيه؟ انعكست النهضة العلمية بمصر حاجتين: أول حاجة إن هو قام بإرسال المعلمين وعلماء الأزهر عشان يدرسوا في المدارس والمكتبات اللي أنشأها بالسودان. تاني حاجة أرسل خريجي، العكس بقى، أرسل خريجي مدرسة الخرطوم لمصر لإتمام دراستهم وقلنا على نفقة الحكومة المصرية. ده السؤال رقم 4. السؤال اللي بعديه رقم 5: واجهت مصر أثناء توسعها لاستكشاف جهات مختلفة من أفريقيا صعوبات طبيعية أدت لتوقفها. هنكتب بقى الصعوبات الطبيعية كتيرة خالص يا مستر، حيث تمثلت في أول حاجة اللي هي يا مستر عدم صلاحية معظم الأنهار للملاحة. صعب نمشي في الأنهار ديت بالسفن والبحيرات كمان، وانتشار المستنقعات اللي خدناها في اللي هي الأراضي الرطبة الترم الأول. رقم 2: ضيق الطرق البرية وتعرجها. ضيق الطرق البرية وتعرجها.
ده رقم 2. رقم 3 انتشار الأوبئة والأمراض والحيوانات المفترسة والثعابين اللي هي الزاحف السامة وغيره. يبقى انتشار الأوبئة والأمراض والحيوانات المفترسة زي الأسود والنمور والضباع، وكمان الحشرات الضارة اللي هي بتجيب أمراض زي عندنا ذبابة السيتسي بتجيب مرض اسمه النوم، والزواحف السامة مثل الثعابين. الثعابين في ثعبان كده اسمه المنبى السوداء، ده أخطر الثعابين بتعيش في أفريقيا، ده غير الكبر اللي بيعيش في مصر. لكن الأناكوندا والتعابين العملاقة دي بتبلع ما بتموتش يعني. طب ما يبلع يعني يموت يا مستر. تمام، متخوفناش يا مستر. رقم 5 يبقى حليناه خلاص، كتبنا الصعوبات الطبيعية، انتوا حافظين أكيد الصعوبات البشرية. نروح للسؤال اللي بعد كده، ماذا يحدث إذا؟ ماذا يحدث إذا؟ اللي هو سؤال رقم كام؟ سؤال رقم 8. بيقول السؤال ماذا يحدث إذا؟ سؤال سهل جدا على فكرة. لم يتم الخديوي إسماعيل بدعم الصناعات التصديرية بالسودان. هو نفتكر كده، هو في حاجة يهتم بيها عشان يدعم الصناعات التصديرية اللي هي القطن؟ يبقى الإجابة أقول له لم يتوسع في زراعة القطن. لم يتوسع في زراعة القطن. برافو عليكم. السؤال التاسع، ما العلاقة بين توسعات إسماعيل في أفريقيا والتقسيم الإداري بالسودان وشرق أفريقيا؟ طبعا التوسعات أو اتساع اللي هو النتائج اللي رتبت على التوسعات قام بتقسيم السودان، يبقى أدت التوسعات، بقول له أدت إلى توسعات إلى قيامه بتقسيم السودان إلى 12 مديرية. 12 مديرية، لكل مديرية يعني عاصمة كمان، وإنشاء 5 مدن أو 5 محافظات. هي المحافظة عبارة عن مدينة مصر على الساحل الشرقي، على الساحل الشرقي لأفريقيا، يعني عند البحر الأحمر وعند خليج عدن. يبقى دي ما العلاقة؟ رقم 1 توسعات إسماعيل في أفريقيا والتقسيم الإداري، هنكتب عن التقسيم الإداري. ما العلاقة بين الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية عهد إسماعيل وحركة الكشوف؟ هنكتب اللي هي الأسباب البشرية اللي أدت إلى توقف حركة الكشوف. يبقى أدى تمام سوء الأوضاع الداخلية لمصر، سوء الأوضاع الداخلية لمصر والمتمثل في اللي هي الأزمات أو نتيجة الأزمات المالية والسياسية، وكثرة الاعتماد على اللي هو الأجانب وتعيينهم في الوظائف العليا، بنقول والاستعانة بالأجانب وتعيينهم بالوظائف العليا إلى توقف حركة الكشوف الجغرافية. الموضوع خلي بالكم هينتهي بعزل الخديوي إسماعيل وتعيين ابنه الخديوي توفيق. يبقى دي الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية عهد إسماعيل وحركة الكشوف، يبقى أدى سوء الأوضاع الداخلية ونكتب عنها إلى توقف حركة الكشوف. ممكن طالب كده يكون أذكى إخواته يقول يا مستر أدى سوء الأوضاع الداخلية إلى توقف حركة الكشوف وخلاص، عادي يعني اكتبوها كده في الامتحان وبكده اتصرفتوا وإن شاء الله تاخدوا درجاتكم وتمام التمام. خلصنا كده السؤال اللي هو رقم 9. السؤال 10. السؤال 10 بيقول لي اذكر 2 من دوافع الخديوي إسماعيل لاكتشاف أفريقيا. هما حوالي يا مستر فاكرينهم حوالي 5 وعايز منهم 2 بس. طب كويس يا مستر 2. أول حاجة استكمال ما بدأه محمد علي وسعيد في محاربة تجارة الرقيق
بأفريقيا، دي نمرة 1. نمرة 2 استكمال الرغبة في استكمال مسيرة محمد علي في مواصلة حركة الكشوف الجغرافية. بدي رقم 2 استكمال مسيرة محمد علي في مواصلة حركة الكشوف الجغرافية. وفي كمان تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية لمصر ودول حوض النيل وكمان الشعوب الأفريقية. طب تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية لمصر أو بين مصر وحوض النيل. في عندي كمان يا مستر طموحه الشخصي اللي هو كان يرغب في تكوين إمبراطورية أفريقية يقدر يواجه بها الأوروبيين. وآخر حاجة إيمانه بدور مصر في إدخال الحضارة الحديثة إلى أفريقيا. تمام، يبقى دي دوافع الخديوي إسماعيل لاكتشاف أفريقيا. السؤال اللي بعديه إحدى المعوقات البشرية التي أوقفت الكشوف الجغرافية المصرية. يعتبر حليناها في سؤال ما العلاقة يا مستر، اللي هي سوء الأوضاع الداخلية بسبب. يبقى نمرة 1 أقول له سوء الأوضاع، هو عايز واحدة بس، إحدى المعوقات الداخلية لمصر بسبب الأزمات المالية والسياسية. تمام. هما 2. التانية بقى اللي قلنا عليها اللي هي الاستعانة بالأجانب وتعيينهم بالوظائف العليا. السؤال الأخير، تمام، وآخر سؤال هنختم بيه التدريبات، توحشونا الصراحة، اللي هو إيه؟ دلل. سؤال يا مستر، سؤال دلل. ما يقول السؤال دلل أهم مصلحات دلل يا مستر أهم مصلحات الخديوي إسماعيل في الملاحة النهرية. حاجتين يا مستر. تمام، هما الحاجتين لو فاكرينهم، اللي هو قام بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفا. يبقى بقول أول حاجة إصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفا حتى أصبح صالح للملاحة النهرية. وتاني حاجة عملها يا مستر اللي هو إصلاح ترسانة صناعة السفن اللي كان إنشاء محمد علي مدينة إيه؟ الخرطوم. يبقى ده أهم مصلحات الخديوي إسماعيل في الملاحة النهرية بالسودان. ده آخر سؤال حبايبي طلاب والإعدادي حلينا معاكم، حاولنا على قد ما نقدر يعني كده نحل مع بعض ونفهم مع بعض. أتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. إن شاء الله يعني هنبدأ إن شاء الله في حل أسئلة عامة على الوحدة من كتاب الامتحان، فتابعوا الفيديوهات. وكمان أول ما ينزل امتحانات متوقعة على اختبار مارس هننزلها على القناة. متنسوناش تعليقاتكم مهمة لينا ودعمكم مهم للقناة. وربنا معاكم وربنا يعينكم ويوفقكم على المنهج الجديد. أي سؤال أو أي استفسار محتاجين تستفسروا عليه تكتبوه في التعليقات وإن شاء الله نرد. وزي ما قلنا في البداية عايزين كده نثبت حضورنا كيف يعني طلاب الإعدادي. تعليقاتكم مهمة لينا ودعمكم مهم عشان نكمل إن شاء الله باقي المنهج ونخلص لكم المنهج بدري كده وتتفوقوا في مادة الدراسات. نترككم على خير. كان معاكم على القناة مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.